هتعملي بيتي فور الكل هيشكرك عليه وهيسألوكي عاملاه ازاي وادينا مقاديره بسرعة. شايفين الجمال؟ تحفة. عايزة اقول لكم بقى بيتي فور فاخر من الاخر، اجدع من اجدعها محل، سهل ولذيذ. ما تيجوا نشوف المقادير وطريقة التحضير. النهاردة بقى هعمله لكم بالسمنة بناء على طلباتكم. عندنا فيديوهات كتيرة بالزبدة، فالنهاردة قررت اعمله لكم بالسمنة. 800 جرام سمنة، وزي ما انتم شايفين كده سمنة ساقعة ماسكة نفسها كويس جدا. تمام، دي الكوباية المعيارية. الكوباية المعيارية بتاخد 160 جرام من السكر البودر، وانا محتاجة هنا كوبايتين، يعني 320 جرام من السكر البودر المنخول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ضروري جدا. يبقى كده حطينا 800 جرام من السمنة الساقعة و 320 جرام من السكر البودر المنخول بالشكل ده. كل المقادير بالكوباية وبالجرام هكتبها لك تحت الفيديو. بينا بقى نضرب الكلام ده كويس جدا جدا. والله عندنا مضرب كهرباء تمام جدا، عندنا مضرب او العجان بالشكل ده بالمضرب السلك تمام. ما عندناش هنضرب بالمضرب السلك اليدوي العادي، بس لغايه ما ناخد القوام الكريمي ده. مهم جدا جدا لانه هو ده اللي بيديكي النتيجه الهشه اللذيذه بتاعه البيتي فور. هنقعد نضرب كده. احنا ضربنا السكر مع السمنه لغايه ما وصلوا معانا للمرحله اللي انت شايفاها دي، بقوا عاملين زي الفوم كده، كاني بالظبط عامله كريمه. تمام، هنضرب وقت قد ايه؟ حوالي 5 دقايق. تمام، بالمضرب الكهرباء او بالعجان كده بالمضرب السلك بتاعه حوالي 5 دقايق لغايه ما توصلي للمرحله دي. شايفين الكريمه؟ تحفه. بصوا ما شاء الله. يلا بينا بقى. بعد ما اتضربوا كويس انا معايا هنا 4 بيضات، تمام، بدرجة حرارة المطبخ. هنزل بيضة بيضة، كل ما بيضة تختفي هنزل التانية. هنا بقى اتزفلطوا الاتنين ونزلوا. خلاص، هحط معاهم معلقة من الفانيليا. بعد ما خلصت اهو اخر بيضة، يعني حطيت 4 بيضات بالتدريج، كل ما واحدة تنزل وتتشرب تماما ما يبقالهاش اثر انزل اللي بعديها. حطيت معاهم كمان معلقة من الفانيليا. كده خلاص بقى عندنا يعني خليط كريمي روعة جدا. حطيت له يا دوبك ذرة ملح بسيطة، والملح ضروري جدا يكون ناعم. بصوا القوام بقى تحفة ما شاء الله، اللهم بارك. كده خلاص الخليط ده جاهز. ما تيجوا بينا نشوف بقى الدقيق النهاردة معانا كيلو من الدقيق، كيلو موزون بالظبط من الدقيق المخصص للكحك والبسكوت، او بتشتريه سايب من عند محلات مستلزمات الحلواني. واهم حاجة ان احنا ننخله كويس قوي. نزلت بقى فوق الدقيق المنخول، حطيت الخليط اللي احنا عملناه وضربناه الكريمي الجميل ده، وابتدي اقلبه. تمام، طبعا المعلقه مش هتجيبه معايا فاشتغلت بايديا. وهنا بقى ممنوع العجن، مجرد بس ان انا بخلط المكونات باطراف ايدي كده لغايه ما الاقي العجينه خلاص اتجمعت معايا ومبقاش عندي اي دقيق يعني باين او واضح. خلاص يبقى العجينه كلها متجانسه بالشكل ده. هايل. عايز تعمليها بالقمع شغال، بمكنه البيتي فور شغال زي الفل. هنا انا استخدمت القمع ده زي بتاع بلح الشام كده. تمام، وبحب دايما خصوصا في البيتي فور والغريبه ان انا اعمل لهم تيست كده، فحطيت كام واحده تمام في الصينيه ورحت يلا الفرن على الرف الوسطاني على 170 وسويتهم علشان اشوف ايه الاخبار. والدنيا تمام وناعم وزي الفل، ولا فرش ولا حاجه، والنقشه زي ما هي كده. احنا 10/10. يلا بينا نكمل بقى ونبتدي نخبز. الصواني بتاعتي ما دهنتهاش، وبدات ان انا اشكل مسافات بسيطه ما بينهم علشان يعني بيزيد سنه بسيطه. تمام بالشكل ده. ارتفاعه مش عالي قوي علشان انا لما لزق 2 مع بعض ما تبقاش كبيره وتخينه قوي. زي ما اتفقنا الفرن بتاعنا شغال قبل ما نبدا بربع ساعه على درجه حراره 170 فوق وتحت، وبدخل على الرف الوسطاني وبيطلع معاكي بقى يا قمر بالشكل ده. شايفين الجمال؟ تحفه. بياخد قد ايه في الفرن؟ حوالي ربع ساعة، ممكن اقل حاجة بسيطة. تمام، بتتابعيه من اول 12 دقيقة كده تبتدي تتابعي البيتي فور في الفرن. طيب انا خلصت الابيض وعايزة اعمل شوية للولاد بالشوكولاتة، فبجيب معلقة سمنة كده احط عليها بقى بعد ما اضربها كويس بالمضرب كده، احط عليها معلقتين من الكاكاو الخام اللي بدون سكر. برضو لازم يتنخل كويس جدا لان بيبقى فيه تكتلات كتير.
واقلب بقى الكاكاو مع السمنه. طب ليه حطيت سمنه مع الكاكاو؟ ما انا الدنيا عندي تمام والعجينه زي الفل اهي. بس الكاكاو ده نقول عليه ايه، ماده باودر، يعني عامله زي الدقيق، فلما اجي احطه هينشف العجينه، فلازم معلقه السمنه دي علشان نظبط الدنيا والعجينه بتاعتنا تفضل زي ما هي بالظبط. بالشوكولاته زي اللي بالفانيليا، الاتنين نفس القوام نفس النعومه بالظبط. بعد ما قلبتهم كلهم مع بعض كده والنتيجه بقت حلوه قوي بالشكل ده، نشكل بقى اللي بالشوكولاته. ولا اسهل من كده. عايزه اقول لكم بقى الكيلو ما اخدش في ايديا، يعني في ساعه كنت مخلصه كل الكميه، ما شاء الله اللهم بارك. خلصنا خلاص. طبعا بنسيب الحاجه على الصواني تبرد شويه وبعد كده نبتدي نزين. وعايزه اقول لكم بقى طريقه سهله جدا للتشكيل. قلبي كده الكميه كلها اللي انت عايزه تحشيها، بصي بالشكل ده، قلبي كده. تمام، انا عندي زيها تاني، فقلبت كده نص الكمية وهبتدي اجيب بقى افضل مربى تحشي بيها، هي مربى المشمش البيوريه. تمام، ما فيهاش اي قطع، بتحطي كده جزء في النص. تمام، علشان تبتدي تلزقي بقى ايه البيتي فور على بعضه. دي مربى مشمش بيوريه، بتلاقيها في محلات مستلزمات الحلواني مخصصة كده للبيتي فور واللانشاير. بصوا الجمال كده، بتسهلي على نفسك انك انتي تخلصي بسرعه. حطيت على كل مربى، يلا نلزق بقى الجزء التاني اللي فوقيه زي ما انتم شايفين كده. عشان كده بقولك هتخلصي في ثواني، هتكوني ملزقه كله في ثواني. بالطريقه دي سهله جدا وبسيطه وبتنجزك على طول. بعد ما لزقت بقى كل الكميات اللي انا عايزاها، تمام، يلا بينا بقى نكون مسيحين شوكولاتات بقى، شوكولاته بيضه، شوكولاته دارك. تمام، ومجهزين بقى سوداني مجروش، فستق، شوكولاته فرماسيل، اللي متاح عندك جوز الهند اللي انت حباه تزيني بيه، دي بقى بتاعتك انتي. تمام، براحتك خالص. بس عاملين شويه بيتيفور يعني بجد حاجه كده من ورا الخيال، خطير خطير خطير، وبالسمنه بناء على طلباتكم. زيني زي ما انت عايزه اقولك هنا شويه حاجات تخلي بالك منها وانت بتعملي البيتي فور. ضروري جدا السمنه تكون ساقعه جدا، ضروري جدا البيض بدرجه حراره المطبخ، ضروري جدا تفومي السكر مع السمنه كويس قوي علشان يديكي قوام هش للبيتي فور. خاصه احنا مش بنحط له اي ماده رافعه، بنخبز على درجه حراره 170 على الرف الوسطاني، والفرن طبعا يكون سخن من قبليها علشان تحفظي البيتي فور اطول فتره ممكنه ويفضل معاكي بقرمشته بلذاذته. يبقى في علبه محكمه جدا، وفي التلاجة بعد ما تحطي له الشوكولاته. ينفعش بعد الشوكولاته تسيبيه بره علشان ما تبقاش سايحه، تحطيه في التلاجة علشان تحتفظي بيه لاطول فتره ممكنه، يطلع معاكي بجد بجد خطير. يلا مستنيه رايكم في التعليقات ومستنيه التطبيقات، اوعى تنسوا يلا نفذوا وابعتولي تطبيقاتكم اللي دايما بتساعدني. كل سنه وانتم طيبين، يا رب عيدكم مبارك ومع حبايبكم متجمعين. عملنا الكحك، عملنا البسكوت، عملنا البيتي فور. يا رب تكون كل الحاجات دي عجبتكم، واستنوا فيديو القريبه ان شاء الله. عايزاكم بقى تشوفوا رصة البيتي فور الخطيرة دي، بجد يعني حاجة كده وهمية، ما شاء الله اللهم بارك. صحيح نسيت اوريكم قد ايه البيتي فور ناعم، بصوا الجمال. معلش بقى صايمين ومش عارفين ندوق. كل سنة وانتم طيبين.